من بعد الصدمه ديال البارح والسيناريو الهيتشكوكي اللي عشنا في ملعب مولاي الحسن، ضروري ننزلوا للارض ونحللوا الماتش بطريقه تكتيكيه واحترافيه. الخروج من الدومي فينال ببيلانتيات واخا كيكون غير حظ، ولكن في الكره كاينين تفاصيل صغيره هي اللي كتحسم هاد الماتشات الكبار. واول مشكل بان ليا في الماتش هو الارتباك الدفاعي وغياب التركيز في الدقائق الاولى. الهدف اللي سجله في السنغال في الدقيقه 23 جاء من قله التواصل بين مدافع المحور والحارس، وهذا السيناريو تكرر بزاف في البطوله. الدراري في هذا السن كيكونوا تحت ضغط نفسي كبير، ومع الحماس ديال الجمهور والارض كيوقع واحد التسرع اللي كيخلي المساحات خاويه في الظهر ديال الدفاع. والمنتخب السنغالي معروف بالسرعه والقوه البدنيه ديالو، داكشي علاش استغلوا اول غلط وسجلوا علينا. المشكل الثاني هو الفعاليه الهجوميه وغياب اللمسه الاخيره. لا اشبال ضيعوا بزاف د الكاريزما هجوميا في الشوط الاول، وبقينا معتمدين بزاف على الفرديات ديال ابراهيم الرباج ومصطفى. السنغال تكتيكيا وقفات مزيان وسدات ممرات التمرير، وحنا بقينا كندوروا الكره بزاف في وسط التيران بلا نجاعه خطيره على الجول. وهذا الشيء اللي خلى الهجمات ديالنا تكون متوقعه ومكشوفه للدفاع السنغالي اللي كيمتاز بالطول والقوه في الثنائيات. اما المشكل الثالث كيتجلى بالتعامل مع الضغط النفسي في ركلات الترجيح. ملي كتوصل للماراثون ديال 10 البيلانتيات، اللياقه البدنيه والتركيز الذهني كيكونوا وصلوا للزيرو. تما كيبان دور التحضير النفسي قبل الماتش. السنغاليين كانوا هادئين اكثر في التسديد، في الوقت اللي الدراري ديالنا بان عليهم ستريس والخوف من الاقصاء. وهذا الشيء عادي جدا في فئه اقل من 17 سنه اللي عاد كيتعاملوا فيها كيفاش يسيروا الماتشات المصيريه. ولكن واخا هذا المشكل، التحليل الاحترافي كيفرض علينا نشوفوا الايجابيات، الرياكسيون والجرينتا اللي داروا الدراري في الشوط الثاني والقتاليه حتى الدقيقه 100 باش جابوا بيلانتي، كتبين باللي كاين كاركتير ديال فرقه كبيره. المدرب بيريرا دار قراءه مزيانه في الشوط الثاني بالتغييرات اللي دار وحرك كوطي الهجومي. الخساره ديال البارح ماشي نهايه العالم، بل هي درس تكتيكي قاصح غادي يبني هذا الجيل باش نهار نوصلوا للمنتخب الاول يكونوا واجدين لهذا النوع ديال المعارك